كيف يتيسر لحفنة عملاء تفتيت جيش قوامه أكثر من 293 ألف مقاتل وله أكثر من 178 طائرة حربية وأكثر من 162 طائرة. عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من التنوير، وهذا ذو النون عبد الرحمن يحييكم. تعد قوات الشعب المسلحة السودانية من أحسن جيوش منطقة القرن الأفريقي تنظيما عسكريا من حيث الموارد البشرية والعدة والعتاد، وهي من أقوى وأفضل جيوش المنطقة، حيث تتولى الكلية الحربية السودانية أو جامعة كرري للتقانة العسكرية مهمة تدريب وتعليم الطلاب الحربيين السودانيين، بالإضافة لطلاب حربيين من دول أخرى مجاورة عربية وأفريقية، وهذا كله بسبب السمعة الطيبة والممتازة لقوات الشعب المسلحة السودانية. يطلق على القوات المسلحة السودانية صقور الجديان والقوات المسلحة السودانية أو قوات الشعب المسلحة السودانية أو الجيش السوداني. عرفت قوات الشعب المسلحة السودانية بقدرتها وخبرتها القتالية الفائقة، فقد ظلت على أهبة الاستعداد التام وعلى وضعية قتالية متحفزة منذ تأسيس سنة 1956 أو قبل ذلك في نشأتها الأولى سنة 1925. كون البنية التحتية لقوات الشعب المسلحة السودانية من قوة ضاربة وضخمة وكبيرة جدا. تمثل هذه القوة الضاربة في مصانع للمدرعات ومصانع للآليات الثقيلة ومصانع للذخائر والأسلحة، كما أن القوات المسلحة السودانية موارد بشرية ضخمة جدا تشمل أفراد مدربون على مواجهة أصعب درجات الذروة العسكرية. وقد اكتسبت قوات الشعب المسلحة السودانية منذ تأسيسها قوة التحمل ورباطة الجأش والانضباط عند أقصى الظروف، كما عرف جنود القوات المسلحة السودانية بالشراسة في القتال وقوة الصبر، وهي من السمات التي شهدت لها بها حروب خاضتها منذ تأسيسها سنة 1956 في الحديث أو قبل ذلك سنة 1925 تشهد بذلك حرب جنوب السودان. شعار قوات الشعب المسلحة السودانية يحتوي على كلمتين، إحداهما كلمة الجلالة الله، وهي تشير إلى واجب القوات المسلحة في حماية الدين والحفاظ عليه. الكلمة الثانية من شعار قوات الشعب المسلحة هي الوطن، وهي تشير إلى واجب القوات المسلحة في حماية الوطن وترسيخ سيادته وضمان استقلاليته. تدير قوات الشعب المسلحة السودانية عددا من الكليات والمعاهد العسكرية الحربية المتخصصة، منها الكلية البحرية ومعهد التوجيه المعنوي وكلية القادة والأركان ومعهد سلاح المهندسين وأكاديمية نميري العسكرية العليا ومعهد المشاة بجبيل، كذلك المعهد العسكري للعلوم الإدارية ومعهد المظلات وغيره. وتقوم قوات الشعب المسلحة السودانية بتصنيع عدد كبير جدا من أسلحتها بنفسها عبر هيئة التصنيع الحربي. تشتمل هذه الصناعات الحربية على صناعة المركبات والآليات الثقيلة المصفحة والراجمات والرشاشات والذخائر. تمتلك قوات الشعب المسلحة من الأسلحة الثقيلة راجمات صواريخ ودبابات T-54 ودبابات T-62 ودبابات T-8511 والعديد من الأسلحة. كما تمتلك قوات الشعب المسلحة السودانية مدرعات BTR-50 وBTR-60 وBTR-80 ومدرعات BRDM-2، وكذلك تمتلك صواريخ جو FN-6 و-S-7. تمتلك قوات الشعب المسلحة السودانية سرب من طائرات ميج 29 وطائرات ميج 21. تحاول بعض الجهات المشبوهة وبعض الشخصيات التي لها مصالح شخصية ذاتية وبعض الأحزاب السياسية الانتهازية تفتيت الجيش السوداني عن طريق العمالة لجهات أجنبية، لكن حصافة وحنكة قوات الشعب المسلحة السودانية حالت دون ذلك. وآخر محاولات من يريدون تفتيت القوات المسلحة السودانية هي استدعاؤهم للجهات الخارجية وما يسمى بالمجتمع الدولي للتدخل في شؤون السودان الداخلية. هم في ذلك يحرضون على استخدام البند السابع في السودان حتى تتاح لهم فرصة حكم السودان ولو على ركام الوطن وأشلاء المواطنين، لكن هيهات، فالشعب السوداني يعلم ويعي ما يخطط له. كيف يتيسر لحفنة عملاء تفتيت جيش قوامه أكثر من 293 ألف مقاتل وله أكثر من 178 طائرة حربية وأكثر من 162 طائرة بدون طيار، أكثر من 4000 مدفع ثقيل ومتوسط، وأكثر من 100 ألف سيارة
تويوتا تاتشر محملة بالأسلحة والدوشكات والذخائر وغيرها. وعلى الشعب السوداني أن يعلم أن قوات الشعب المسلحة السودانية ثروة قومية يجب المحافظة عليها. وآخر الكلام، عاشت قوات الشعب المسلحة السودانية قوية حرة أبية وحامية لحمى الأرض والوطن والعرض. وإلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى، هذا ذو النون عبد الرحمن يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.